السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد حازم من قناة مش حوار. النهاردة هنشرح ازاي ننزل ونثبت برنامج VLC ميديا بلاير. البرنامج بيشغل فيديوهات وبيشغل ملفات الصوت. البرنامج ده أنا بنصح بيه لأن فيه مميزات كتير، منها إن هو داعم لجميع الصيغ بتاع ملفات الصوت والفيديوهات. في نفس الوقت البرنامج مجاني. ثانيا البرنامج كمان لما تيجي تشغل أي فيديو لو الجودة بتاعته فول HD بيشغلك على الجودة بتاعة الفول HD، مش زي بقية أو بعض البرامج اللي بتيجي مثلا تشغل الفيديو وانت منزله بجودة مثلا وليكن فول HD تلاقيه بيشغل لك HD. لأ، البرنامج ده ما بيقللش من الجودة. ثانيا البرنامج ده فيه بعض المميزات زي اللي انت ممكن تغير السكين بتاعه وحاجات من الحاجات ديت. ففي مميزات كتير انت تقدر تدخل وتكتشفها. فيلا بينا نشوف هننزله ونثبته ازاي. أول حاجة هنروح للموقع الرسمي بتاع البرنامج. هتلاقي هنا مكتوب داونلود VLC، هتلاقي جنبها هنا هتلاقي موجود جنبها هنا علامة سهم كده تك عليها. بعدها هتلاقي أول واحدة اللي هي ويندوز ديت للنسخة ال32 بت، أما 64 بت دي للنسخة ال64. لو انت نسختك 32 هتختار اللي فوق، لو انت 64 تختار اللي تحت. طب أنا عايز أعرف أنا الويندوز بتاعي نسخة 32 ولا 64. هتيجي هنا على الزاز بي سي بتاعك وتعمل بروبرتيز. بعدها هتنزل تحت كده، هتلاقي هنا مكتوب X64. لو هنا X64 معنى كده ان انت نسخة 64، اما لو انت جنبك X86 معنى كده النسخة بتاعتك 32 بت. فانت لو 64 هتختار النسخة بتاع ال64 اللي هي التانية دي. بعد ما تتك عليها هينقلك للصفحة بتاع التحميل. تلاقي بيقول لك هنا اهوت هيبدأ معاك هيبدأ معاك التحميل هنا اهوت. ادي الصفحة بتاع التحميل. انا كده او كده محمله، فمش يعني مش مضطر احمله تاني. تمام. بعد ما تحمله هتلاقيه بيظهر معاك بالمنظر ده. تيجي تتك على كليك يمين وتقول له run as administrator. بعدها yes. بعدها next. بعدها next. تأكد ان كل ده متعلم عليه علامة الصح ما عدا الأخيرة، شيل من جنبها علامة الصح. تمام. بعدها next. بعدها تسيبه شوية لغاية ما يخلص تثبيت للبرنامج. هو البرنامج مش هيطول معاك في التثبيت، وهي بس اللحظة دي بس اللي بيقف فيها 5 دقايق ولا حاجة، بس هيكمل بعدها على طول. هو يعني عما اتكلمت كان هو خلص. تمام. هنا هتلاقي مكتوب run VLC media player، هتلاقي جنبها علامة صح تك فينش على طول. أول ما تك فينش كده هيبدأ يفتح معاك البرنامج، وهتلاقي الواجهة بتاع البرنامج بالمنظر ده. تمام. البرنامج بيشغل لك فيديوهات. أنا طبعا ما أقدرش أشغل أي فيديوهات علشان ما يجيليش كوبي رايت على الفيديو بتاعي. فأنت ادخل وجرب البرنامج وقول لي رأيك في التعليقات. ثانيا بقى في ميزة جميلة جدا في البرنامج ده عايزين نشرحها، بس ده هتبقى في فيديو منفصل. أول حاجة إنك عندك حاجة اسمها الترجمة. لو أنت منزل وليكن فيديو أجنبي أو فيلم أجنبي مفيهوش أي ترجمة، فأنت تقدر تتك على add subtitle file، هو هينقلك على الموقع بتاع الترجمة. تدخل تختار الفيلم، تختار اللغة بتاع الترجمة، وهو هينزلك ملف ترجمة. تمام. بس انا هشرحها لك في فيديو منفصل لان الموضوع مش بسيط زي ما انا قلت لك كده، لا الموضوع فيه بعض التعقيدات. فانا هبدأ اشرحه لك في فيديو منفصل مش هياخد 5 دقايق مننا. تمام. في ميزة تانية في البرنامج وانك تغير السكين زي ما احنا قلنا في اول الفيديو. وايه هو السكين؟ انك هتغير الواجهة بتاع البرنامج اللي هي الواجهة النورمال او الاعتيادية دي، انت ممكن تغيرها. تمام. هتيجي على تولز هنا، تلاقي هنا حاجة اسمها preferences، تك عليها. تلاقي هنا use custom skin، تك عليها. بعدها هتلاقي هنا يقولك تشوز السكين بتاعك. كون انا اتكيت هنا تشوز، واروح وليكن انا الاول هقول لكم ازاي تنزلوا السكين. اول حاجه من هنا على الموقع الرسمي بتاع البرنامج هنلاقي حاجه هنا اسمها كاستمايز. تلاقي هنا اد سكينز، تك عليها. هينقلك دي كل السكنات اللي موجوده او الواجهات بتاع البرنامج اللي موجود. وليكن انا مثلا كنت اخترت قبل كده واجهه او واجهتين،
أو سكنين، فهمت زي ما أنت شايف كده دول السكنين اللي أنا اخترتهم. هاجي وليكن أنا هاخد أنه واحد مثلا ريد كوست ده، هاخده كليك يمين وأقول له كوبي أو كات. بعدها هاجي هنا في السي ميديا بلاير، اتك عليه كليك يمين وأقول له اوبن فايل لوكيشن، الاقي في هنا فولدر اسمه سكينز، اتك عليه واقوم ناقلها هنا. اول ما تتنقل كده ابقى انا نقلت السكن اللي انا عايز اعمله للبرنامج. طب ازاي افعله؟ هدخل بقى على البرنامج كده تاني، هاجي على تولز preferences use custom skin، اقوم داخل هنا رايح للبرنامج بتاعي، وليكن انا حاطه هنا في السي البروجرام فايلز، موجود عندي في الفي لان او الفيديو لان اهو، بعدها الفي ال سي، بعدها سكينز، بعدها اختار الواجهة اللي انا عايزها، بعدها بتك سيف واطلع من البرنامج. باجي اخش البرنامج تاني، بلاقي الواجهة بتاع البرنامج اتغيرت زي ما انت شايف كده للويندوز ميديا بلاير القديم. تمام. طب انا دلوقتي لو عايز ارجع الواجهة تاني، باجي اتك شفت الشريط اللي فوق ده كده، بتك عليه كليك يمين واقوم جاي هنا، هتلاقي حاجة اسمها انترفيس، اتك على preferences، بعدها اجي على use native style، اتك على save واطلع من البرنامج، اجي اخشه تاني الاقي البرنامج رجع للواجهة القديمة. وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا اسف على التاخير للفيديو بتاع الباتش بتاع بيس 2017، بس ان شاء الله هخلص، بس عشان العيد كل سنه وانتم طيبين دلوقتي، فانا مش فاضي شويه، فانا قلت منزل لكم الفيديو ده خفيف. ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله نشا وكل العمر هحاول اعمل لكم الباتش. لو ما لقيتوش اعرفوا ان انا مستني لكم او بجيب لكم حاجه تقيله، فيا ريت تستنوا الفيديو ان شاء الله بتاع الباتش الجاي. والسلام عليكم.